الرحمن الرحيم. إخواني، إلى كل من يهمه الأمر، إني أطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظروا في أمري وفي ظروف اللي أنا أعانيها من الكفيل، وإن شاء الله يوصل هذا الفيديو بإذن الله تعالى إلى كل مسؤول في هذا الوطن. وقضيتي هي بأنني جئت من اليمن إلى المملكة العربية السعودية في تاريخ 18 رجب، وفترتي جلست 4 أشهر مع هذا الكفيل الذي لا يخاف الله ولا رسوله، مجرد من الإنسانية، من السب والشتم وعدم إعطاء رواتبي. ولي سنة الآن وأنا أعاني، لا قدرت أن أعمل أو أشتغل، فلدي عائلة. مبلغ عني هروب أنا موجود عنده. اشتكيت لأبوه، اشتكيت لأخوانه، وجبت واسطات إله، ولكن ما فيش فايدة. هذا الرجل لا يخاف الله ولا رسوله. وأنا ما اشتيش كنت أطلع في هذا الفيديو إلا للظرف اللي أنا أعاني فيه. ولي سنة الآن وإقامتي منتهية، ولا قدرت أجددها. رحت من مكتب لمكتب ولكن ما فيش أي فايدة. أرجو منكم إخواني أن توصلوا لي هذا الفيديو إلى كل مسؤول في هذا الوطن في المملكة العربية السعودية، أن ينظر في أمري. لا أعطانا رواتبي ولا إيش أقول عاد. أرجو من الله أن يوفقنا في هذا الفيديو بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.